ازيكم؟ فيديو النهاردة هنتكلم على أساسيات سن العشرينات وليه العشرينات مهمة جدا لكل السنين اللي جاية بعد كده. هقسم الفيديو ده لكذا موضوع وكل موضوع هتكلم فيه في كذا نقطة، فتأكدوا ان انتوا تكملوا الفيديو للآخر عشان ما يفوتكوش أي حاجة. وقبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. الفكرة ان احنا في سن العشرينات بنبقى المفروض ان احنا كبرنا، المفروض يعني مرحلة حياة بقى جديدة، بس احنا في نفس الوقت مش بنبقى حاسين بده ولا حاسين بده في تفكيرنا ولا حتى في الحاجات الملموسة في حياتنا. يعني ولا من الناحية الدراسية، في ناس بتبقى لسه في الجامعة، في ناس لسه لو اتخرجت بتعمل ماجستير، في ناس لسه برضو عايزة تدرس حاجات تانية أو كورسات تانية علشان تطور من نفسها. من الناحية المادية بنبقى لسه مش مستقرين خالص. من الناحية برضو العاطفية بتلاقوا ناس اتجوزت وناس لسه حتى ما تعرفتش على حد في حياتها. فبتبقى مرحلة العشرينات دي بنحس فيها ان احنا مذبذبين، بس في نفس الوقت مرحلة العشرينات دي مهمة جدا، لانه مثلا تخيلوا معايا ان احنا بنبني مبنى. عشان المبنى ده يطلع ويبان ويبقى مستقر لازم يبتدي الاول باساسيات اللي هي بتبقى محدش شايفها، ولا حد شايف المبنى ولا حد شايف حاجة ولا احنا اصلا موجود. هي اللي بيترتب عليها بعد كده كل حاجة في المبنى، يعني هيترتب عليها أصلا المبنى ده لو طلع هيقع ولا مش هيقع، هيطلع أصلا ولا مش هيطلع. احنا بقى في العشرينات في نفس الموقف في المبنى ده، بس في العشرينات احنا بنبني الأساسيات. وعشان كده المرحلة دي مهمة جدا، لأنه الأساسيات دي زي ما قلنا يا هتخلي المبنى ده يفضل ثابت يا إما هيقع. بس في نفس الوقت واحنا بنبني الأساسيات دي وتعبانين فيها وكده بيبقى مفيش حد شايف نتيجة، مفيش حد شايف حاجة، مفيش حد شايف مبنى، لأنه هو أصلا ما طلعش. وعشان كده أنا عملت فيديو النهاردة. أول نقطة حابة أن أنا أبتدي بيها هي الصحة، لأنه صحتنا في العشرينات هيترتب عليها جزء كبير جدا من صحتنا في بقية عمرنا، وخصوصا إن إحنا في العشرينات بيبقى لحد ما الحمد لله صحتنا بتبقى كويسة، فبنبقى لحد ما بنهملها أو مش بنحاول إن إحنا نتأكد إن إحنا ما عندناش أي حاجة، أو مثلا ما بنحاولش إن إحنا ناخد بالنا من أكلنا. ودي حاجة أنا شخصيا ابتديت إن أنا أهتم بيها بس مؤخرا، اللي هو في أواخر العشرينات ابتديت إن أنا لأ أروح لدكاترة وأروح أعمل فحوصات وأعمل كشف والحاجات دي كلها، حتى لو أنا ما عنديش حاجة، حتى لو أنا مش تعبانة، بس علشان أطمن إن أنا كويسة، وعشان لو في حاجة عندي ومش ظاهرة أقدر إن أنا أخد بالي منها من بدري. وجزء مهم من الصحة مش بس الصحة الجسدية، هي طبعا مهمة، بس في كمان الصحة النفسية. طبعا الأيام دي في فيديوهات كتير جدا بتوعي الناس عن الصحة النفسية، ومنهم القناة بتاعتي هتلاقوا عندي فيديوهات كتير بتكلم فيها، فمش حابة قوي ان انا ادخل قوي في التفاصيل دي جوه الفيديو ده. بس عموما هقول لكم مهم ان انتوا تبقوا بتعرفوا تقعدوا لوحدكم في هدوء في صمت وتفكروا وتتعاملوا مع أفكاركم، وتبقوا قادرين ان انتوا تفهموا مشاعركم وتطلعوا أفكاركم براكم. ممكن مش لحد مثلا، بس ممكن ان انتوا تكتبوها مثلا، اللي هي بتتسمى بالجورنالينج. الجورنالينج ده بيساعدكم ان انتوا تنظموا أفكاركم، وبدل ما هي بس بتبقى موجودة جوانا بنبدأ ان احنا نطلعها بره، فبنشوفها من وجهة نظر مختلفة، بنشوفها أكننا من بره الموضوع، فبنقدر نقيم الموضوع بشكل أحسن. تاني نقطة هتكلم فيها هي الفلوس، والفلوس هنا أقصد بيها الفلوس اللي بتدخل لنا، لأن احنا في العشرينات بنبتدي أول شغلانة لينا فبنقبض أول فلوس في حياتنا. وتاني جزء أقصد بيه الاستثمار، إزاي إن احنا هناخد الفلوس اللي بتدخل لنا دي هنعمل بيها ايه. وما اقصدش بيها ان احنا نحوش الفلوس، اقصد بيها ان الفلوس دي بدل ما هي تتحوش وتفضل قاعدة، بالعكس تشغل نفسها وتبدأ ان هي تكبر. وده ممكن يبقى من عن طريق كذا حاجة، على حسب انتوا بترتاحوا في ايه، معاكوا كام، ايه اللي انتوا بتفهموا فيه، ظروفكم بشكل عام، الكلام ده كله. بس مثلا في ناس بتستثمر في الذهب، في شهادات البنك، في البورصة، في العقارات، أو مؤخرا كمان بقى في كمان العملات الرقمية. والاستثمارات في السن ده ممكن تكون كمان في شكل الاستثمار في النفس، ان انتوا تستخدموا الفلوس دي في ان انتوا تشتغلوا على نفسكم وتحسنوا من السكيلز بتاعتكم او المهارات بتاعتكم، لانه ده هيرجع لكم عائد قدام. كودينج، او حد ابتدى يتعلم لغات جديدة، او حد ابتدى مثلا ياخد شهادات ماجستير،
كل الحاجات دي يقدر يستخدمها أول لما يخلص بأن هو يلاقي بيها فرص تدخله فلوس، فده برضو يعتبر ان هو استثمار. بعد كده هتكلم في نقطة ان انتوا تاخدوا ريسك، وريسك هنا انا عارفة ان هو بيختلف من الشخص للتاني، لكن في ناس بتبقى قدامها ان هي مثلا تسافر، تسيب كل حاجة وتسافر بلد جديدة وتخاف ان هي تاخد فرصة زي كده. بس الفكرة انه هيحصل ايه؟ يعني انا لو رحت مثلا وما عجبنيش الوضع ورجعت، الريسك في سن العشرينات وانتوا لوحدكم معكوش عيال او مش متجوزين او الكلام ده كله اسهل بكتير قوي من ان انتوا تاخدوه قدام. فهو ده الوقت اللي انتوا تاخدوا فيه الريسك، ممكن ان هو احتمال كبير جدا يبقى خطوة هتغير حياتكم. فما تخافوش ان انتوا تاخدوا الريسك ده ايا كان، جربوا، نفعت ما نفعتش خلاص، لسه قدامكم وقت كتير قوي ان انتوا تجربوا حاجات تانية. هتكلم في نقطة العلاقات والدوائر الاجتماعية بتاعتكم. هبتدي الاول بالعلاقات العاطفية. لو في حد انتوا قاعدين تحاولوا ان انتوا تصلحوه، ما تحاولوش، ما تضيعوش وقتكم. حاولوا ان انتوا في العلاقات العاطفية بتاعتكم تبقوا مع ناس شبهكم او عندهم نفس الهدف اللي انتوا بتحاولوا توصلوا له، عشان ما تقعدوش تتعبوا نفسكم مع حد مش شبهكم ويضيع وقتكم. تاني حاجة، لو انتوا ما لقيتوش الشخص اللي هو مناسب ليكم، ما تضيعوش وقت برضو في ان انتوا تبقوا قاعدين شاغلين نفسكم ان انتوا تدوروا على الشخص ده، لان انتوا لما تقعدوا تشتغلوا على نفسكم الناس المناسبة ليكم هيجوا في حياتكم كده كده. الوقت ده ممكن ان انا اشغل نفسي بيه مثلا بصحابي، بان انا اعمل لنفسي دايرة صحاب يبقوا شبهي، يبقوا بيشجعوني، يبقوا بيخلوني احسن نسخة من نفسي. ممكن مثلا اقضيه مع عيلتي، ممكن ان انتوا تحاولوا تقربوا منهم اكتر وتفهموا بعض اكتر وتقضوا وقت مع بعض اكتر. ممكن مثلا ان انا اوسع شبكة علاقاتي مثلا اللي هي تفيدني في شغلي، ابعت لناس مثلا على لينكد ان، اعرف نفسي، انزل بوستات اكتر، احضر مثلا الايفنتات اللي الناس دي هتبقى موجودة فيهم واحاول ان انا اتكلم معاهم، ناخد ارقام بعض، ونحاول ان احنا كمان نتقابل تاني بعد كده. كل العلاقات اللي انتوا بتبنوها في العشرينات هتساعدكم كتير قوي في حياتكم، لانه في ناس كتير بتعتقد ان انا لو درست وخدت كورسات وشاطرة في اللي انا بعمله بس كده كفاية. بس في الواقع ده ما بيحصلش، الموضوع بيحتاج علاقات، شبكة علاقات، وهنا ما اقصدش بيها يعني بواسطة، بس انتوا محتاجين تبقوا متواجدين في الأماكن اللي الناس في المجال ده موجودين فيهم، فانتوا بالطبيعة كده تبقوا جزء من الكوميونيتي ده اللي انتوا أصلا بتحاولوا ان انتوا تدخلوا. وشوية شوية بدل ما انتوا بتروحوا وتعرفوا نفسكم، شوية شوية انتوا أصلا هتبقوا مش بس عارفين بعض، ممكن كمان ان انتوا هتبقوا صحاب. هيبقى من الطبيعي جدا ان انتوا موجودين في السيركلز دي أو الدوائر دي أو الإيفنتات دي اللي هي ليها علاقة بالمجال اللي انتوا حابينه. انتوا هتبقوا جزء من المجتمع ده. ونقطة تانية برضو على جزء الشغل، ان انا عايزاكم ما تخافوش ان انتوا لو دخلتوا في مجال ومش عاجبكم او ما طلعش زي الاكسبكتيشنز بتاعتكم، او مع الوقت انتوا مثلا شخصيتكم اتغيرت فبقى المجال ده خلاص مش انترستنج يعني ليكم، فبقى المجال ده بالنسبة لكم انتوا مش حابينه، ما تخافوش ان انتوا تغيروا، لانه طبيعي جدا ان احنا في العشرينات بنجرب ان احنا نعمل حاجات كتير، وبنجرب ان احنا ممكن مثلا حاجات كتير في نفس المجال، وممكن أصلا مجالات تانية كتير يعني مختلفة عن بعض تماما. وكل ده مش غلط، بالعكس، كل خبرة من دول بتزود في خبراتكم الحياتية وبتزود في السوفت سكيلز بتاعتكم والهارد سكيلز بتاعتكم، وبطريقة أو بأخرى يعني بتفيدكم قدام كده كده، حتى لو انتوا رحتوا وبقيتوا في مجال تاني خالص. بعد كده الوقت ده أهم بقى من أي حاجة. اولا مهم ان انتوا تبقوا مدركين انتوا بتعملوا ايه في الوقت. هل انا قاعده بقلب على الموبايل على طول؟ طب هل انا مثلا لو انا عايزه ارتاح، عايزه اتفرج على حاجه، انا بتفرج على ايه؟ هل هي حاجه بتفيدني ولا هي حاجه بتاخد مساحه في مخي على الفاضي؟ مهم كمان ان احنا يبقى عندنا تايم مانجمنت، نبقى عارفين ان احنا نقسم وقتنا ونستخدمه بشكل صح. وصدقوني ضيعوا اي حاجه في حياتكم بس ما تضيعوش الوقت، لانه الوقت هو الحاجه الوحيده اللي أول لما بتروح ما بترجعش. مش هقول لكم يعني ما تستخدموش فيسبوك ولا انستجرام ولا تقعدوا على الموبايل وكده، لأن أنا طبيعي طبعا أنا كمان بستخدم الموبايل،
بس هقول لكم خليكم mindful او فكروا دايما انا بعمل ده لمدة قد ايه، او انا هعمله لمدة قد ايه. ولو انا مثلا بقعد على الموبايل او هتفرج على اليوتيوب او كده، انا بتفرج على ايه؟ لانه في الاخر دي حاجة احنا بنعملها علشان الدوبامين اللي في جسمنا يبقى satisfied. فانا ممكن ان انا مثلا بدل ما اقعد على الموبايل واتفرج على حاجات مثلا مش هتفيدني في حاجة، ممكن اقعد على الموبايل بس اتفرج على حاجات مثلا ليها علاقة بالمجال بتاعي، او اتفرج مثلا على فيديوهات على اليوتيوب مثلا بس ليها علاقة بتحسين الذات او الثقة بالنفس او كده، فان انا ابقى منها عملت satisfaction للدوبامين ده اللي انا باخده من الموبايل، لان انا استخدمت الموبايل او الكمبيوتر، بس انا في نفس الوقت اخدت حاجه هتفيدني في المجال اللي انا كده كده شغال عليه. واخر حاجه عايزه اقول لكم ما تخافوش ان انتوا تحطوا نفسكم رقم واحد، حتى لو ده هيجي على علاقاتكم بناس تانية، لانه اول ما بتحطوا نفسكم رقم واحد ناس كتير قوي هتتضايق منكم، ناس كتير قوي هتبعد عنكم، ناس كتير قوي هتبقى شايفه ان اللي انتوا بتعملوه ده ملوش لازمه. بس مفيش حد هيبقى شايف الحاجه اللي انتوا بتحاولوا توصلوا لها زيكم ولا غيركم، فما تاخدوش قراراتكم بناء على افعال او ردود افعال الناس اللي حواليكم. اي وقت محتاجين تدوا لنفسكم او تقعدوا مع نفسكم او ما تردوش على حد، اعملوا كده. اي وقت انتوا محتاجينه ان انتوا تشتغلوا فيه على حاجة ليكوا لنفسكم وتفصلوا عن كل العالم، اعملوا كده. وفي اخر الفيديو قولوا لي في الكومنتات حاجة من الحاجات اللي انا قلتها لكم في فيديو النهاردة هتبدأوا ان انتوا تعملوها. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.